السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا على خير وبخير وعشركم مبروكة ورمضان مبارك سعيد. كل عام وانتم بخير ان شاء الله. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الشباكيه كتجي معسله، كتجي فتيه تبارك الله. غادي نبداو على بركه الله. غادي نعطيكم المقادير اللي غادي نحتاج في الشباكيه ان شاء الله. غادي نحتاج هنا الكوزه اللي مطحونه وغربلتها. غادي ندير غير معلقه صغيره منها، ما غنديرش كامله. غادي نحتاج صفار بيضه، هنا عندي 2 معالق كبار بين حبه حلاوه والنافع. وعندي هنا 2 كيسان ديال الجنجلان محمر شي شويه، غير هكا، غير مصهد شويه في الفران وحمرت وطحنته وغربلته. وعندي هنا نص كاس ديال الخل، درت فيه زعفران شعره. وعندي كاس ديال الزبده اللي دوبته خليته غلا مزيان وصفيته. وعندي هنا كاس ديال زيت العود. لو بغيتو تخلطوا بين الروميه والبلديه، المهم انا دايره غير البلديه. وعندي كاس ديال الماء ديال الزهر. وعندي هنا واحد الساشي ديال الخميره، تقدروا ديروها كامله، تقدروا ديروا غير نص فيها. وعندي معلقه كبيره ديال القرفه حتى هي مطحونه ومغربله. صافي هادو هما المقادير. وغادي نحتاج هنا 2 كيلو ديال الدقيق، ندير شويه ديال الملح. هنا غادي نبدا ندير القرفه، معلقه كبيره ديال القرفه. هنا الكوزه غادي ندير غير معلقه، ما نديرهاش كامله. وهنا 2 معالق ديال بين النافع وحبه حلاوه. وغادي نزيد عليهم هنا 2 كيسان ديال الجنجلان، تقدروا ديروا كاس جنجلان وكاس اللوز حتى هو كيجي زوين. انا المهم درت غير الجنجلان بوحدو. هنا الجنجلان ما كتحمروش، غير كتصهدوا شي شويه هكا باش يطحن لكم، لان الشباكيه غتقلى، باش ما يجيلكوش مره هكا ما كتقلى. صافي غادي ندير هنا كاس ديال الزبده، كاس ديال الزيت. غادي نخلط هاد مزيان بين هاد الزيت والزبده، نخلطهم مزيان. ما غنديرش الماء الزهر والخل حتى كيرجع لي بحال هكا الدقيق، بحال هكا كبسبسو مزيان. بعد كنزيد عليه هذاك صفار بيضه، وكنزيد عليه هنا نص كاس ديال الخل مع زعفران شعره. انا درتو كيعجبني داك زعفران شعره، درتو كامل. صافي غادي نخلط العجين ديالي مزيان، وغادي نكمل بالماء عادي. صافي هنا دلكتها مزيان العجينه. هنا نسيت ما صورت لكمش المسكه الحره، درت ليها المسكه الحره، درت ليها تقريبا واحد 5 ديال الحبات، طحنتهم. اولا كتشدو الدلاك وهي بالدلاك هكا كيطحن مزيان. صافي غادي نجمع العجين ديالي على الطريقه هذه. غادي نديرو مكورات صغار، وغادي نديرو بحال البلاستيك ونخليهم تقريبا واحد شويه هكا بين مرشحوا شويه العجينه. صافي من بعد خليت العجينه هنا كترتاح تقريبا واحد 5 دقائق، ودوزت هنا كندلك فيها. كندير ليها الطريقه هذه الاولى، كندلكها بحال هكا، وكنجمع العجينه على 3 بحال هكا. كنعاود الثانيه. صافي غادي نخليهم كيرتاحوا شويه، وعاد ندوز باش ندلكهم. هنا بعد ما رتحت العجينه دلكتها، غادي خديت هاد الجراره هذه اللي غادي نستعملها. الطريقه ديالها سهله. كتجي شباكيه مقاده، ما كتجيش وحده كبر من وحده. صافي غادي نكمل هاد التقطاع بحال هكا. صافي كنحيدو الجنيبات وكنخليو غير الشباكيه اللي كتبقى لنا مقاده. هاد الجراره دغيا كتسربي في الشباك.
نوريكم الطريقه ديال التشباك. غادي ناخذ كيكونوا فيها 5 ديال الاشرطه، كندير 2 على 2 والخامسه كنلصق جنيبات بحال هكا. صافي كتدخلوها بحال هكا وتخرجوا على هذه الطريقه هذه. غادي نعاود معكم الثانيه تشوفوها. تيكونوا فيها 5 ديال الاشرطه، كنديروا 2 على 2 والخامسه نزيدوها فوق ديك الاشرطه بحال هكا. كنضغطوا عليها مزيان وصافي وكتخرجوا بحال هكا. طريقه سهله وواضحه. غادي نكمل الشباكيه ديالي لهاد الطريقه هذه حتى كنكملها كامله، وهاد باش كنبدا نقلي فيها. يعني كتكون نشفات لينا الشباكيه وملي كتقلى لينا مزيان وكتكون ناشفه، ما كتكونش باقا هكا فتيه بزاف. صافي غادي نستمر لهاد الطريقه هذه. هنا كملنا بالتشباك الشباكيه ديالنا، كملناها كامله. تبارك الله شكيلو كتخرج كميه كثيره تبارك الله. صافي هنا غادي نبدا باللاطه الاولى اللي صوبتها. خديت هنا واحد الطنجره درت فيها الزيت وخليته حتى سخن مزيان. هنا ملي كتسخن لكم الزيت مزيان كتنقصوا الوضع، ما كتنقصوش بزاف، كتكون بين وبين باش الشباكيه كطيب لكم ما كتجي محمره من داخل ومن برا. الا كانت النار كتكون مجهده هكا كتخطف لكم، يعني كطيب لكم الشباكيه غير من برا ومن الداخل كتبقى خضراء. صافي غادي نطيب الشباكيه ديالي لهاد الطريقه هذه. كتكون العافيه هكا ما تكونش مجهده بزاف. صافي وانا كل مره كنقلب فيها بحال هكا باش كتجي طايبه مزيان. بعد ما طابت ليا الشباكيه كيكون اللون ديالها بحال هكا، ما كتكونش محمره بزاف. ما تخلوش تحمر بزاف لان باقي تشرب لينا العسل، كتزيد تدخل لينا اللون. هنا كنهز الشباكيه وكنطيحها نيشان في العسل، يعني كتكون باقا سخونه كنحطوها في العسل باش كتشرب لينا العسل. هنا مبارك. العسل دائما تكون قاصحه. هذا هو العسل اللي كنت طيبت، راني كنت حطيت معكم في ستوري. كيكون قاصح كنطيبو انا كندير فيه اتاي والحامض. هذه هي الطريقه ديالي ديال العسل. كيجي عسل تبارك الله غزال، كيكون هكا قاصح، ما يكونش خفيف. لكن خفيف راه الشباكيه ما كتشرب لكمش العسل مزيان، تيكون بحال هكا تيكون قاصح. صافي هنا ملي كنطيحوا الشباكيه ديالنا في العسل كتشدوا واحد المرفه بحال هكا وكتهبطوا هكا الشباكيه باش كتشرب لكم العسل مزيان. صافي كتخليوها تقريبا، يعني كندير انا قليه الاولى والثانيه وهاد كنحيدهم. كتاخذ هكا تقريبا شي 5 دقائق كتخلوها في العسل وصافي كتشرب لكم العسل مزيان. كتجي شاربه العسل، كتجي غزاله. وهذا هو الشكل ديال الشباكيه بعد ما خليتها انا ليله كامله. الا كنت صوبت الشباكيه هكا في الليل خليتها لغد ليها تصورت معكم. عارفين التصوير ديال الليل ما كيكونش واضح مزيان. صافي كتبارك الله مشربه العسل، جات فتيه، جات رطبه، جات غزاله صراحه الله تبارك الله. كتخرج كميه كثيره تبارك الله.
نتمنى تعجبكم الشباكيه ديالي وتجربوها، وشكرا لكم بزاف على التعليقات اللي كتخليو ليا، ونتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله. غادي نحل وحده معكم. شوفوا كيفاش كتجي من داخل، كتجي فسيه تبارك الله، كتجي شاربه العسل وكتجي رطبه. شوفوا العسل كي كيخرج منها، كتجي غزاله بزاف. نتمنى تجربوها وتعجبكم. شكرا لكم على التعليقات. نتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، وبشركم مبروكه ورمضان مبارك سعيد.